السلام عليكم. أنا محمد دومير، واليوم راح نتعرفوا على رجل من رجال هذه الأرض اللي ترقى في سلطة الإمبراطورية الرومانية حتى تعين حاكم على أفريقيا وعلى ألمانيا وبعدها على بريطانيا، واختم حياته بمنصب حاكم روما، وهو الإفريقي النوميدي البربري. وهي نتعرفوا على قصته في جولة ممتعة من مصادرها الأصلية في التاريخ وعلم الآثار. نبدو من أقدم كتاب لقيت فيه أثناء هذا البحث، اسمه يرجع لسنة 1555، وهو أوربيكوس لوليوس. ولكن حتى لسنوات 1850 لم نكن نعرف شيء على أوربيكوس سوى أنه كان ملك لبريطانيا، وهو اللي بنى الجدار الروماني الشمالي لعزل الكاليدونيي الشمال. هذا وش كان المؤرخين يعرفوا عليه. أما بعد الغزو الفرنسي للجزائر فقد عثرت إحدى البعثات على معلومات هائلة حول هذه الشخصية اللي حكمت بريطانيا أثناء الحقبة الرومانية. وعائلة أوربيكوس تنحدر من مدينة تيديس كما نشوفوا هنا في الخريطة. وتيديس هي مدينة أثرية ترجع لوقت الرومان، جاية بين قسنطينة وسد بن هارون، واللي تعتبر من ضواحي عاصمة نوميديا سيرتا. وأهم ما يؤرخ لموطن هذا القائد هو النقش على القبر اللي شيدوا الوالديه في هذه المنطقة، وهذه رسمته في طبعة 1899، وهذه صورته اليوم. أما اللوحة المنقوشة فنقرأ فيها ما يلي: إلى أم لوسيوس سينيسيوس باباه، إلى جرانيا هونوراتا أمه، إلى آل لوليوس سينيسيوس خوه، إلى آم لوليوس هونوراتوس خوه، إلى بي جرانيوس بولوس عمه. وقد أقام هذا التذكار كوينتوس لوليوس أوربيكوس حاكم المدينة. وهنا نقرأ عن عائلة لوليوس أوربيكوس بأنها حافظت على جذورها الإفريقية، وهذه أول إشارة على أصل هذه العائلة. أما عن قصته مع بريطانيا فقد بدأت حين أوكلت إليه قيادة الحرب عليها، مثل ما هو مدون. قائدها لوليوس أوربيكوس اللي ينحدر من عائلة أصلها من تيديس في نوميديا، وقد تدرج من حاكم لمدينته يقصد تيديس إلى تفوقه في الحرب ضد اليهود، ثم حاكم جرمانيا السفلى وآسيا وحاكم إفريقيا ورئيس بلدية روما. وهنا نلقى المزيد من المصادر المؤكدة لما قلناه على أصل وموطنه. لقد كان الحاكم النوميدي لبريطانيا في بداية عهد بيوس هو من عارض المنصب على هونوراتو، وكان لوليوس الحاكم الروماني الذي بنى الجدار الأنطوني من الجزائر، وقد كان عمال جنود من البلقان وشمال إيطاليا. وهنا يسمي كبار الحكام في الإمبراطورية الرومانية من غير الأصل الروماني، حتى يقول لوليوس أوربيكوس وهو إفريقي وتحديدا من الأصل النوميدي. ولوليوس أوربيكوس من أصل إفريقي، وهو أول واحد من عائلته ينضم لمجلس الشيوخ. يعني هذا المجد مش وارثه وإنما صنعه بنفسه بعدما برز في الحرب اليهودية اللي كانت بين 132 و 135 ميلادي. وبعد ذلك تم تعيينه قنصلا ثم حاكما لجرمانيا السفلى ثم لبريطانيا. أما قصته مع اليهود ففي شهر أوت من العام 135 تمكن لوليوس أوربيكوس من القضاء على تمردهم ضد روما بعدما تحرك إليهم بجيش في حملة. انتهت هذه الحملة بحصوله على التاج الذهبي والرمح الذهبي من الإمبراطور شخصيا، وبعدها أصبح مخول بإعلان الحرب وعقد السلام في أي منطقة من روما، وتوليه لمنصب حاكم مقاطعة ألمانيا السفلى يقصد به المناطق الواقعة جنوب نهر الراين. أما تعيينه في منصب حاكم بريطانيا فيكون في أواخر العام 138 عندما أصبح أنطونيوس بيوس إمبراطورا لروما، عين لوليوس حاكما لبريطانيا، واتخذ من كاستلكاري عاصمة ليه اللي هي كما نشوف هنا جاية في الشمال غير بعيد على غلاسكو. وأول ما وصل لقى تحدي كبير واللي هو مهاجمة القبائل المحاربة من سكان كاليدونيا اللي هم أصحاب الأرض الشمالية لبريطانيا، فجهز الجيوش لمطاردتهم، ثم أمر ببناء سور مثل سور الصين العظيم وسماه سور أنطونيوس أو السور الأنطوني تكريما للإمبراطور في روما. وكما نشوفوه هنا هذا هو مرسوم في هذه الخريطة القديمة، وأثاره ما زلت لليوم، ويقولوا طوله بلغ حتى ل 160 كيلومتر متواصل. وبالرغم من أعمال البناء الكثيرة والجسور والسكك إلا أنه لا زال بالإمكان تتبع السور إلى اليوم، وبإمكان 10 أشخاص الاختباء وراءه عن النظر. وكشفت حفريات البحث بأحد المعابد الأثرية في بريطانيا بأنه تبنى من طرف بعض الفينيقيين الذين كانت لهم حامية هنا أثناء فترة حكم أوربيكوس لوليوس حوالي العام 140 للميلاد. وهذا من بين النقوش اللي لقوها علماء الآثار في المنطقة واللي تحمل اسم أوربيكوس. وهنا يتساءل المؤرخ ويقول: لقد رأينا في التاريخ إفريقي حكم بريطانيا واللي هو لوليوس أوربيكوس، لكن ما لقيناش ولا بريطانيا حكم إفريقيا أو آسيا. ويقول مؤرخ آخر: لوليوس يستحق الذكر خاصة بكونه صاحب الحملة على الشمال، واسمه محفوظ في العديد من النصب التذكارية الموجودة بالقرب من الأسوار اللي بناها جيشه عبر اسكتلندا. أما عما يدل بأنه بعد حكمه لبريطانيا رجع وحكم العاصمة في روما في حد ذاتها،
اقروا معايا هنا: مثل أمام أوربيكوس حاكم مدينة رومية وسأله إن كان مسيحيا، واللي نلقوه في الأخير حكم عليه بالإعدام. لكن لعل هذا أوربيكوس آخر مش صاحبنا. إذا لازم علينا نوقف أيضا على هذه الصفحات اللي تحكي على قرى الجزائر الأثرية. ولما يذكر تيدس يقول: ومنها لوليوس أوربيكوس الذي أصبح فيما بعد حاكم مدينة روما. وهنا أيضا نشوفوا الحديث على أنه كان رئيس لبلدية روما. وكاين نقش آخر تم العثور عليه في آثار تيدس هنا في الجزائر، طويل شوي، هو عبارة على إهداء من سكان المدينة إليه، يعني على شرفه، ويقولوا بأنهم فخورين به وبإنجازاته وبمراتبه العالية. ونقروا في النقش: إهداء إلى مندوب الإمبراطور في ألمانيا السفلى، قائد جيوش محاربة اليهود، الحاصل على الرمح الذهبي وكذلك التاج الذهبي، قائد الفيلق العاشر والفيلق المزدوج، مندوب القيصر. ولكن هنا مش مذكور أنه المفوض على عرش بريطانيا ولا توليه حكم العاصمة روما، لأنه هذه اللوحة قد كتبت قبل ذلك أثناء تولي حكم ألمانيا، لأنهم ديما يبدو في الإهداءات بأعلى الدرجات. وقبل ما نختم يجدر بالذكر أنه البي بي سي أنتجت منذ سنوات سلسلة كرتون ولا كوميك يحكي على تاريخ بريطانيا في هذيك الفترة، واختاروا هذه الشخصية لتمثيل لوليوس أوربيكوس. كما تشوفوا اختاروا أنهم يديروا أسود. Remember, we need 1/4 every mile. We must have this finished by the time the Emperor Hadrian arrives. مازال برك نقروا ما يوثق أنه بربري قح، لأنه قادر يقول لنا أحدهم بأنه روماني مولود في إفريقيا بالنظر لاسمه لوليوس أوربيكوس. نقروا مع بعض: لم يحصل في التاريخ أن تجد أحد من أبناء أو أحفاد ملاك الأراضي البربر ومن بلدة صغيرة يتمتع بمشوار حافل نقله إلى آسيا ضد اليهود، ثم إلى الدانوب، ثم إلى جنوب نهر الراين، ثم بريطانيا، بل وحصل على قمة السلطة والشرف في عاصمة الإمبراطورية الرومانية في فترة أوج قوتها. وهنا يقول: مالك الأراضي البربري لوليوس أوربيكوس الذي حكم بريطانيا واحتل الأراضي المنخفضة في اسكتلندا. وفي الخلاصة نقول أوربيكوس إفريقي بربري من مواليد 109 في تيدس بسيرتا النوميدية، حكم عدة مناصب في الإمبراطورية الرومانية، منها أنه قنصل وعضو مجلس شيوخ وحاكم لعدة مقاطعات، وكان كذلك قاضي عسكري، وعنده بصمة في القضاء على تمرد اليهود في الشام، وكذلك عزل شمال بريطانيا بسور ممتد على عشرات الكيلومترات. وقد توفي في روما عام 160 ميلادي ليكون قد عاش فقط 51 سنة. وكون نحبوا نرسموا على الخريطة الأماكن اللي حكمها تكون تقريبا هكذا، لنكون بذلك قد لخصنا سيرة هذا الرجل ووثقنا أصله وموطنه وبصمته في الحضارة الرومانية عموما، وفي بريطانيا خصوصا، واللي حكم عرشها لعدة سنوات. وإن شاء الله يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم التاريخية.